يا مساء الفل عليكم، وعاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده من الكوره من على الكنبه. مع نهايه الجوله الثانيه من الدوري الانجليزي ممتاز، بتظهر المفاجآت على عكس سير الجوله الاولى لبعض فرق التوب 6. جوله بدات بمباراه جمعت ما بين الشياطين الحمر نادي مانشستر يونايتد ضد برايتون، واللي انتهت بفوز برايتون على اليونايتد بنتيجه 2-1 بسيناريو مضحك جدا ويتحط في سجل اغرب الماتشات في تاريخ كره القدم. وده على عكس المتوقع والبدايه اللي بداها مانشستر يونايتد في الجوله الاولى بفوزه على فولهام بنتيجه 1-0. ولكن على الناحيه الثانيه كانت نتيجه متوقعه لنادي برايتون لانه فاز في الجوله الاولى على نادي ايفرتون بثلاثيه نظيفه. وتشيلسي على عكس البدايه تماما اللي خسر فيها بنتيجه 2-0 قدام مانشستر سيتي، بيفوز على الولفز بنتيجه 6-2 بهاتريك تاريخي لمدويكي واسيستات كول بالمر كالعاده. وهنا لازم نقول ان تشيلسي قدم واحده من افضل مبارياته في الفتره الاخيره ومن الموسم اللي فات. وتقريبا كده بالمنظر ده تشيلسي هيتراجع عن فكره بيع مدويكي لانه هيشكل ثنائيه رهيبه جدا لو استمر مع كول بالمر على هذا الشكل. بعد كده كان في اختبار صعب جدا للصاعد من جديد للدوري الانجليزي نادي إبسيتش تاون، لانه كان بيلاعب ملك البريمير ليج مانشستر سيتي. وللاسف الشديد نادي إبسيتش تاون غلط غلطه وسجل جول في الدقيقه السابعه من بدايه المباراه عشان يترد عليه بعد 5 دقائق بمعدل هدف كل دقيقتين ب3 اهداف من مانشستر سيتي. والحمد لله في الشوط الثاني السيتي كان اهدى في رتم اللعب شويه وسجل هدف واحد عشان تنتهي المباراه دي بنتيجه 4-1 للمان سيتي. مباراه تالق فيها ايرلينج هالاند كالعاده وسجل هاتريك، وما زال هالاند مستمر في تحقيق الارقام القياسيه، علشان بعدها نشوف ماتش عظيم للجانرز كالعاده. نادي ارسنال بيفوز على نادي استون فيلا في ملعب الفيلا بارك بنتيجه 2-0. مباراه تالق فيها حارس المرمى لاستون فيلا ايميليانو مارتينيز، وعلى الناحيه الثانيه دافيد راي. وشفنا توتنهام بيفوز برباعيه نظيفه على نادي ايفرتون عشان يبقى ده تاني ماتش لنادي ايفرتون من غير ولا هدف، مش هنقول ولا نقطه لان الماتش اللي فات خسر من نادي برايتون 3-0. وليفربول بيقدر انه يفوز على ملعب الانفيلد على نادي برينتفورد بهدفين للويس دياز ومحمد صلاح. ويلا نبدا كلامنا بالتفصيل عن كل مباراه، ولكن قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش اللايك الجميل وتعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه. وخلينا يلا نبدا كلامنا في الكوره ولكن من على الكنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا كلامنا كالمعتاد عن نادي ارسنال. شفنا ميكيل ارتيتا بيبدا بنفس تشكيل الماتش اللي فات، ولكن مع تغيير بسيط في مركز الباك الشمال، بيطلع زينشينكو وبينزل تيمبر ومعاه جابرييل وساليبا وبين وايت. وخط النص ما حصلش فيه اي تغيير، ديكلان رايس وجنبه توماس بارتي وقدامهم مارتين اوديجارد. وثلاثي خط الهجوم ولدنا بوكاي ساكا ومارتينيلي وقدامهم القمر كاي هافرتس. الماتش بدا بضغط من نادي ارسنال زي ما متوقع، وفي الدقيقه السابعه ارسنال كان عنده محاوله ولكن صدها ايميليانو مارتينيز. كره ثانيه وماركه مسجله باسم بوكاي ساكا من الجنب اليمين ولكن برضه ينقذها مارتينيز. بعدها خطا دفاعي من جابرييل قدام ال 18 خلق فرصه محققه وهدف محقق لنادي استون فيلا، ولكن العجيب ان واتكنز ضيعها وهو لوحده تماما. وده على عكس واتكنز اللي بيحط اهداف من انصاف الفرص حرفيا، عشان ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. ويبدا الشوط الثاني بفرصه صعبه جدا لاستون فيلا بتسديده عشان تخبط في المدافع بتاع ارسنال وتخبط في العارضه، وبعد كده تترد لواتكنز تاني عشان يحطها بالهيد في الجول، ولكن انقاذ تاريخي وخرافي لدافيد راي علشان يجي تروسرد في الدقيقه 67 ويسجل هدف التقدم من نص فرصه حرفيا. تروسرد اللي ممكن تكون مشاركاته قليله مع ارسنال ولكنه بيكون حاسم في كل مره بيشارك فيها تقريبا، وبيقدر انه يخلص ماتشات كتير لارسنال بتكون مع قربه. بعدها في الدقيقه 77 بيقدر توماس بارتي انه يسجل الهدف الثاني لارسنال وياكد على التقدم، وتبقى النتيجه 2-0 صالح ارسنال. وفي موسمه الثالث بيقدم واحده من افضل نسخ الفريق. نسخه ارسنال الحاليه بتمتلك شراسه هجوميه جدا وربط بين الخطوط بطريقه ممتازه، ومع وجود لاعب زي ديكلان رايس اللي بيقطع كل المرتدات تقريبا اللي رايحه على ارسنال واللي بيتمركز بشكل ممتاز جدا، وده بيديله اريحيه في الربط ما بين خط الدفاع وخط النص. وده طبعا جنب مارتين اوديجارد اللي بيمتلك لمسه فنيه عاليه جدا وحلول هجوميه من كل النواحي. وعلى عكس بدايه كاي هافرتز الموسم اللي فات، البدايه الموسم ده مرضيه جدا جدا. اللاعب حاليا بيقدم مستوى جيد وبصمه ميكيل ارتيتا واضحه جدا، والتطور اللي فيه كاي هافرتز واضح جدا على المستوى الحالي اللي بيلعب بيه. فانا شايف ان السنه دي ارسنال هيكون منافس اشرس من السنين اللي فاتت، وهتفضل المنافسه في تصاعد مستمر ما بينه وما بين مانشستر سيتي، مع طبعا حفظ الاماكن للمان سيتي انه كسبان الدوري 4 مرات على التوالي، والسنه دي مرشح انه يكسب الدوري وتبقى المره الخامسه. نيجي بعد كده للمباراه الاغرب والاكثر كوميديا في الجوله كلها، مباراه مانشستر يونايتد ونادي برايتون، واللي قدر برايتون انه يفوز في نهايه المباراه في الوقت الضايع في الدقيقه الخامسه قبل ما الماتش يخلص بحوالي دقيقتين 3 بنتيجه 2-1. تين هاج بدا بنفس تشكيل الماتش اللي فات ومن غير اي تغييرات، وشفنا للمره الثانيه برونو فرنانديز هو اللي بيلعب كمهاجم وبيستلم الكوره في ظهر المدافعين عشان يعمل محطه. اليونايتد بدا الماتش بشكل ممتاز جدا، هجمتين من نص ملعب، ولكن كوبي ماينو لعب الكورتين دول برعونه فضيع فرص غاليه جدا على اليونايتد كان ممكن يسجل منها هدف على الاقل. بعدها ضغط نادي برايتون، ومن ناحيه كارو موتوما قدر انه يعمل اسيست لداني ويلبك عشان يسجل الهدف الاول لبرايتون في الدقيقه 30 علشان يخلص الشوط الاول بنتيجه 1-0 لبرايتون. ويبدا الشوط الثاني بتبديل من تين هاج، طلع ماسن ماونت ونزل المهاجم الجديد جوشوا زيركزي، وبدايه قويه في الشوط الثاني من نادي برايتون، وهجمه من ناحيه جيمس ميلنر اللي قدر يحطها من
من فوق الجول، ولكن دياجو دالوت بكل البراعه بينقذها من على خط المرمى. وفي كره ثانيه ثابته نادي برايتون بيطلع داني ويلبك ويحط الكره بالهيد، ولكنها بتخبط في العارضه وبتضيع فرصه الهدف الثاني، علشان بعديها على طول تترد هجمه للمان يونايتد ويقدر ديالو انه يسجل الهدف الاول في الدقيقه 60. وبعدها بمفيش هجمه خطره للمان يونايتد قدر راشفورد انه يسجل الهدف الثاني، ولكن للاسف بيتلغي ويتحسب اوفسايد، علشان بعدها يقرر تين هاج انه يطلع راشفورد وينزل جرناتشو ويلعب بجوشوا زيركزي مهاجم صريح. وبالفعل بعد نزول جرناتشو بدقائق معدوده بيقدر انه يسجل هدف عن طريق عرضيه، ولكن بطريقه مضحكه وفي غايه الغرابه بيتلغي الهدف عشان اتحسب اوفسايد على جوشوا زيركزي اللي اشترك في الهدف وهو كان اوفسايد والجون فاضي اصلا، فقرر انه يحط فيها ركبته ويسجل ولا هدف، ولكن يتلغي. علشان يجي نادي برايتون في الدقيقه 95 يسجل الهدف الثاني وهدف المكسب للمباراه كلها عن طريق جواو بيدرو، وتنتهي المباراه بفوز نادي برايتون 2-1. عشان يبقى سبحان الله يا اخي جوشوا زيركزي اللي كسب اليونايتد في ماتش فولهام الماتش اللي فات هو نفس اللاعب اللي سبب في خساره اليونايتد في الماتش ده. ماتش كان الألمع فيه النجم ديالو اللاعب اللي لسه ما كملش 20 سنه، كان هو صاحب اكبر محاولات على الجول علشان يخسر اليونايتد 3 نقط في تاني ماتش ليه في الدوري وينزل للمركز ال11. تين هاج لسه عنده شويه تعديلات على التشكيل العام لانه لسه منتدب لعيبه جديد، وبالفعل زي ما شفنا بدا يعتمد على مزراوي كباك يمين وبدا يعتمد على ديليخت في الدفاع، فاكيد هنشوف تغييرات من تين هاج على مانشستر يونايتد الفتره اللي جايه. ويعتبر مش ده الماتش اللي تقدر تقول ان اليونايتد واقع او مش واقع، زي بالظبط ما قلنا ان اول ماتش يعتبر بدايه جيده، ولكن مش ده الماتش اللي بيحكم على باقي الدوري. نروح بقى لملك البريمير ليج وحامل اللقب 4 مرات على التوالي مانشستر سيتي. المباراه كانت بادئه بريتم هادي ومباراه عاديه وجميله لحد ما إبسيتش تاون قرروا ان هم يغلطوا غلطه جسيمه وغلطه عمرهم ويسجلوا الهدف الاول في الدقيقه 7، علشان بعديها يقرر مان سيتي انه يغير الدفه ويقلب الطاوله تماما، وبعد 5 دقائق هالاند بيسجل هدف التعادل، بعديها بدقيقتين كيفن دي بروين بيسجل الهدف الثاني، بعديها بدقيقتين هالاند بيسجل الهدف الثالث، يعني بمعدل هدف كل دقيقتين، عشان ينتهي الشوط الاول بنتيجه 3-1 للمان سيتي، ويبدا الشوط الثاني بريتم اهدى من الشوط الاول من المان سيتي، وده الحمد لله طبعا بالنسبه لإبسيتش تاون عشان خاطر سجلوا هدف وحيد بس، هالاند سجل الهدف الثالث والهاتريك ليه علشان يبقى الهاتريك رقم 22 لهالاند وهو عنده 24 سنه. وينتهي الماتش بنتيجه 4-1 للمان سيتي. المان سيتي استحواذه في الماتش ده وصل حوالي 75%، ده غير انه شاط 14 كوره 5 منهم على الجول. واللي منكم اتفرج على الماتش هيعرف ان إبسيتش تاون كان لا حول لهم ولا قوه، حرفيا اللعيبه كانت مش عارفه تعمل ايه، هم كانوا بيجروا ورا الكوره حرفيا. وده بياكد لنا نفس الشيء اللي قلناه في الفيديو اللي فات، هو ان جوارديولا بفريقه وامكانياته وعقليته بمستوى بعيد جدا عن باقي فرق الدوري، مستوى خلاه ياخد الدوري 4 مرات على التوالي ومرشح للمره الخامسه. نروح بقى لمفاجاه الجوله الثانيه وهو نادي تشيلسي اللي قدر يفوز على ولفرهامبتون بنتيجه ثقيله وهي نتيجه 6-2، وكان شيء لا يصدق الحقيقه. ماريسكا بدا بتشكيل غير تماما عن تشكيل ماتش السيتي، لكن خط الدفاع ما اتغيرش هو، ولكن في خط النص بدا بانزو وكايسيدو وقدامهم كول بالمر، على اليمين مدويكي وعلى الشمال مودريك، وكان قدامهم جلاد الحراس نيكولاس جاكسون. وبعد الاداء العظيم اللي قدمه تشيلسي خلال الماتش ده سالت نفسي سؤال، هو ليه ما بداش بالتشكيل ده في ماتش السيتي؟ البدايه كانت قويه جدا من عند تشيلسي لانه قدر في بدايه الماتش وفي الدقيقه الثانيه بس يسجل هدف من ضربه ركنيه عن طريق جلاد الحراس نيكولاس جاكسون. بعدها حاولوا الولفز ان هم يسجلوا هدف التعادل من نفس الضربه الركنيه، ولكن على حظهم السيء الكره خبطت في الايه، ولكن بعدها قدر كونيا انه يسجل الهدف التعادل للولفز عشان يخاطر يعدل من سير المباراه. في محاوله ثانيه في الدقيقه 41 من كونيا بيسدد كوره من خارج المنطقه، ولكن لحظه العثر انها تخبط في العارضه وتطلع بره، علشان يجي كول بالمر في الدقيقه 45 بلمسه فنيه ولا اروع يسجل الهدف الثاني لتشيلسي. كول بالمر قال لك عايزين نخرج بالشوط ده كسبانين، ولكن الولفز كان عندهم راي ثاني، لان قبل الماتش ما يخلص بثواني حرفيا كان الولفز مسجل التعادل وينتهي الشوط الاول بنتيجه 2-2، ويبدا الشوط الثاني برتم اعلى من تشيلسي عشان كول بالمر في هجمه سريعه يديها لمدويكي ويديله اجمل اسيست عشان يسجل الهدف الثالث لتشيلسي، عشان يجي بعديها كول بالمر في كره مشابهه ونسخه بالكربون بيدي نفس الاسيست لمدويكي عشان مدويكي يحط الجون الرابع. عارف انت الفزوره بتاع واحد اسمه احمد واحد اسمه عيد، احمد مات يبقى مين؟ قال له عيد، قال له واحد اسمه احمد واحد اسمه عيد، احمد مات يبقى مين؟ قال له عيد. هو ده حرفيا اللي حصل، عشان يجي كول بالمر في كره ثالثه بنسخه من الكربون يديها لمدويكي ومدويكي يسجل الهدف الخامس لتشيلسي ويسجل الهاتريك ليه، وكل ده حصل بعد حوالي ربع ساعه بس من الشوط الاول. بعدها في الدقيقه 80 في انطلاقه لبيدرو نيتو اللي كان بيلعب الماتش الاول ليه قدام فريقه السابق بيلعب كوره واسيست ولا اروع لجواو فيليكس اللي لسه راجع لتشيلسي جديد
عشان يسجل الهدف السادس لتشيلسي، ويسجل جواو فيليكس الهدف الاول ليه في اول ماتش ليه مع تشيلسي بعد عودته من برشلونه. مباراه فجر فيها تشيلسي مستوى غير تماما واداء ولا اروع عن اللي بنشوفه منه من السنين اللي فاتت. قدر انزو ماريسكا انه يلاقي التشكيل المناسب اللي يخليه يقدم مباراه مثاليه واداء ولا اروع. ولو استمر تشيلسي على الاداء ده وقدرت لعيبه تشيلسي ان هي تحافظ على مستواها، اعتقد هيفرق جدا 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 خلال السيزون على مستوى الدوري، واحتمال كبير ما نشوفهمش في المنطقه الدافيه من جدول الترتيب. اما عن الليفر اللي قدر يفوز على برينتفورد بنتيجه 2-0 بهدف للويس دياز ومحمد صلاح، والماتش ده ما كانش فيه حاجه كبيره لانه يعتبر كان من جانب واحد لصالح ليفربول، ولكن نشيد بثبات واستقرار ليفربول تحت قياده ارن سلوت اللي واضح جدا عليه الاطمئنان وانه واثق من نفسه. اما عن الماتش الاخير معانا واللي جمع ما بين توتنهام وايفرتون، قدر توتنهام وباكتساح تام يكتسح ايفرتون بنتيجه 4-0، سجل خلالهم بيسوما هدف وكريستال روميرو هدف وسجل سون هدفين. ماتش كان وان سايد جيم حرفيا، كان من اتجاه واحد لصالح توتنهام. استحواذ توتنهام وصل حوالي 75%، بل اكاد اجزم انه وصل في الشوط الاولاني لوحده ممكن يكون وصل 78%، عشان يستمر ايفرتون في انتكاسته ومباراته الثانيه على التوالي ما يقدرش يسجل فيها ولا هدف واحد. جوله كانت ممتعه وكان النصيب الاكبر لصالح نادي تشيلسي اللي قدر انه يرجع ويقدم مباراه مثاليه واداء ممتاز جدا. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل الفيديوز اللي جايه، وما تنساش تتابعنا على باقي المنصات، وبالتاكيد ما ننساش ندعي لاخواتنا ربنا يثبتهم وينصرهم. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.